السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طب يا جدعان، معانا النهارده الفيديو طرش، اقسم بالله فيديو طرش طرش. يعني دلوقتي ناس كتير بتيجي بتقول لي يا اسطى احنا كل ما نيجي نثبت اي كيبورد، تمام، يا اما عندك يا اما عند اي حد بيقول لنا لم يتم تثبيت التطبيق او الاصدار لا يتوافق مع هذا التطبيق، او ممكن يقول لك علامة تم، او ممكن يجي يقول لك التطبيق ده او الكيب ده او النسخة دي خطر، تمام، ومش هترضى تتثبت على هذا الجهاز، تمام. في اللي انا جمعته في الحوار ده كله الا اصدار 14 و13 هو اللي بيجيب المشكله دي وبس. الاصدارين دول وبس هم اللي بيجيبوا المشكله دي، تمام. فانا يعني بعد مجهود عنيف، تمام، وطبعا يعني بعد المجهود ده كله، تمام، الحمد لله قدرت ان انا اوصل لحل مناسب، تمام، وهيشتغل وهيبقى تمام ان شاء الله. يعني على اندرويد 13 و14 واي اندرويد تاني مش شغال هيشتغل معايا الطريقه دي بنجاح ان شاء الله، وهتشتغل بنسبه 100%، تمام. بس كده. في البدايه يا صاحبي انت هسيب لك رابط الام تي ورابط التطبيق التاني الاتنين دول هسيبهم لك في الوصف. لكن في حاجتين، الحاجة الأولى اللي أنت لازم تسمع الفيديو للآخر عشان تفهم الشرح، ومفيش حاجة تفلت منك، اللي أنت لو في حاجة معرفتهاش هتبوظ الدنيا ومش هتعرف اللي أنت تثبت التطبيق، تمام. الحاجة التانية اللي هيبقى فيه باسورد في بداية الفيديو يا جدعان، فيه باسورد هيظهر لك على الشاشة عشان تعرف يعني الباسورد هيكون على التطبيق التاني، لكن الام تي هينزل من غير باسورد، تمام. التطبيق التاني هيكون بباسورد، تمام. فانت لازم تتابع الفيديو علشان خاطر تعرف ايه الباسورد، تمام. ونكمل شرحنا وهنخش اولا على التطبيق ده بالشكل ده يا جدعان. يعني التطبيق يعني تمام، اول حاجه انت مش هتعمل اي حاجه غير ان انت تروح طالع بره كده، تمام. لازم تكون فاتح التطبيق بالشكل ده، تمام، وتروح طالع. وبعدين هتخش على الاعدادات، تمام. دخلنا على الاعدادات بالشكل دوت، تمام يا جدعان. بعديها هتروح داخل على جهازي، تمام، وتروح داخل على الاصدار، رقم الاصدار، تعمل كده اهو لحد ما يقول لك لقد اصبحت مطور البرامج، تمام. طيب، وبعدين هنعمل ايه تاني؟ وبعدين يا صاحبي تروح نازل شويه لتحت كده، تمام، وهتروح جايب عندك هنا ثانيه كده الاعدادات الاضافيه، تمام. وهننزل تحت شويه، تمام، وهنجيب خيارات المطورين، تمام. طيب، هنجيب حاجة اسمها ايه؟ الاتصالات اللاسلكية، تمام. هندور عليها لحد ما نجيبها هي شكلها فوق، تمام. لحظة كده خليكم معايا بس، انا مش فاكر شفتها فين، بس ثانية واحدة. هي انا مش هقفل الفيديو عشان برضو الناس كلها، او تصحيح الاخطاء اللاسلكيه. انا برضو ما رضيتش اقفل الفيديو عشان لو في اي حد ما عندوش الحاجه دي يدور عليها ولا هو ما يفكرنيش ان انا غيرت التليفون ولا حاجه زي دي، تمام. احنا كنا مع بعضنا في الفيديو ما قفلناش، تمام. هندوس على تصحيح الاخطاء، تمام. تصحيح الاخطاء اللاسلكيه، تمام، بالشكل ده، تمام. طيب، هتروح عامل ايه بقى؟ هتروح راجع على التطبيق، ما تقفلش ده، تمام، تفضل هنا. تروح راجع على التطبيق، تدوس الكترون، تمام، بالشكل ده، تمام. هتفعل طبعا التطبيق معاك يا صاحبي هيكون من غير، يعني احنا نمسح البيانات عشان نكون مع بعضنا في كل حاجه، تمام. نمسح بيانات التطبيق بالشكل ده، تمام. بس كده تمام. هنخش كده على بيانات التطبيق بالشكل ده، يقول لك اعدادات الاشعارات، هتروح دايس عليها بالشكل ده وتفعل طبعا ده، احنا مع بعضينا في كل حاجه، تمام. هنا تفعل كل حاجه. هتروح دايس على دي خيار المطورين، خيارات المطورين، هتروح راجع لنفس الحاجه اللي احنا شفناها من شويه هنا، اللي احنا لسه عاملينها هنا دي، تمام يا جدعان. هتعملها هي، تمام. اللي هي دلوقتي تصحيح الاخطاء اللاسلكيه، تمام. حاليا بقى يقول لك ايه؟ هتدوس على اقتران جهاز باستخدام رمز، تمام، تروح دايس عليها بالشكل دوت، تمام. تمام، تأكد من توصيل الجهاز بالشبكة نفسها، بس كده احنا كده تمام. هنرجع بقى لفين؟ لهنا، هنا اهو يقول لك اقتران، وادينا عرفنا، تمام. طيب، هتجيلك ايه تاني يا صاحبي؟ هتروح راجع بقى، تطلع بقى لورا، تمام، وتعمل خش على التطبيق بالشكل تمام. ومعلش يا جدعان اللي هيكمل الشرح، تمام، التليفون التاني، لان هنا حاليا انا مش اندرويد 14، تمام. فالتليفون التاني اندرويد 14 وانا جربت عليه، ولكن هكمل على الشرح على التليفون لانه هو اندرويد 14، تمام. طيب يا جدعان، رجعنا لكم طبعا في التليفون التاني، تمام. في البداية كده يا زميلي، احنا اول حاجة هنعملها
اللي احنا على طول هنروح داخلين على التطبيق بالشكل دوت تمام، وهنروح داخلين على الاعدادات بتاعته ونجيب الاتصالات اللاسلكيه بالشكل دوت تمام، وهنروح مفعلينها. بعد ما نفعلها هيقول لك اقتران جهاز باستخدام رمز تمام. انت بقى لما بتفعلها وبتدوس عليها بالشكل دوت تمام، بيجيلك اشعار تمام. شايف الاشعار دي فوق؟ اكتب فيه بقى الكود اللي قدامك اللي هو 30 1 3 8 2 بس كده، ودوس ارسال. انت دوست ارسال يا صاحبي، كده انت عملت اقتران خلاص كده تمام. وبس كده يا صاحبي، احنا نروح داخلين على الفيديو بالتشغيل بالشكل ده. هو بيسيبه بس دقيقة واحدة بس او اقل من كده بيحمل، بس كده حمل كده هو تمام التمام يا صاحبي معانا تمام. كده يعمل دوس على تفعيل التطبيق بقى، تفعل هيبقى دول كلهم مقفولين بالشكل ده تمام. هنفعلهم بقى، كل ده هنفعله. بعد ما نفعله بالشكل ده يا صاحبي تمام، تطلع بره وتخش على الام تي مانجر اللي هسيبهولك. هتروح طبعا تدور على ثانية كده، احنا هندور على الملف تمام، هندور عليه تمام. هو حاليا يعني ايه، تقدر انت هتلاقيه في المكان اللي انت عايزه تمام. هتروح جايبه وتضغط عليه وتثبته وتحمله وبس كده. ولحد هنا يا صاحبي يكون الفيديو بتاعنا خلص. ولحد كده اتمنى الطريقة تكون تشتغل مع الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جدعان انا حسيت اللي في اخر الفيديو تمام كان في بوينت تمام، اللي هي فيها اللي انا بوضح لك كيف تجيب الكيبورد بتاعك تمام. انت اول حاجه يا صاحبي عشان خاطر تثبت الكيبورد من الام تي ده لتطبيق الام تي تمام، تروح دايس عليه بالشكل ده. علامه احنا هنا بدل ما ندور هنا تمام، الاسهل في الكلام ده كله تروح دايس على الثلاث نقط دول او الثلاث خطوط دول تمام، وتروح دايس على اكستراكت اي بي كي تمام بالشكل ده تمام. يظهر قدامك يا صاحبي كل التطبيقات بتاعتك تمام. انت بتروح دايس مثلا يعني عليها على التطبيق بالشكل ده، وتروح دايس على الكلمة الانجليزي اكستراكت بيكي اللي على اليمين، وتروح دايس عليها بالشكل ده تمام. هيتعمل لك كوبينج تمام، وتروح دايس على لوكينج تمام. بعد ما تدوس على لوكينج تروح دايس عليها، تروح دايس على التطبيق بالشكل ده تمام، وتروح مثبته تعمل له انستول تمام. بس كده يعني معلش، بس انا حبيت ان انا اوضح لك الفكره دي عامه يعني، علشان خاطر اللي انت ما تتلخبطش او اللي انت تقعد تدور على شروحات وتضيع وقتك. احنا عايزين بس نكسب وقت تمام، والناس كلها تلحق تثبت الكيبوردات تمام، وتكتب لنا في الكومنت تمام.